فاكر في 2023 اول ما بدأت؟ فاكر لما كان عندك احلام وطموحات وتقول انا هكسر الدنيا ويلا السنة بدأت وده وقتي؟ بس ما عملتش حاجة. عارف ليه؟ لان دي كانت هبة ظهرت معاك كده ونامت تاني يوم. الصبح قلت انا هكسر الدنيا وبالليل نمت. على الجانب الاخر انا هغير نفسي، انا 2024 دي هتبقى حاجة تانية. طب بس قبل ما تبقى حاجة تانية انا عايز اسهر، انا عايز اجيب لي 2 ID، انا عايز اجيب حتة ب 200 جنيه استمتع النهاردة وبكرة هعمل. لا يا حبيبي، برافو عليك، انت هتخيب خيبتها. و23 زي 24 زي 25 زي 36، خلاص انت كده ضعت لو ما فقتش لنفسك. عملت ايه السنة اللي فاتت؟ عملت ايه؟ رحت الامتحانات وجيت؟ نزلت شلت الدمبل ال20؟ هي دي الحاجات اللي انت كنت مخطط لها؟ لا طبعا. بس ما عملتش ليه؟ علشان هي هبة وخلاص، علشان انت ما اشتغلتش على نفسك بجد، ما جبتش ورقة وقلم وقلت تعالى انا عايز اعمل النهارده كذا وبكره كذا وبعده كذا. انا ال 365 يوم دول مش هسيب فيهم يوم، ووارد ان احنا نقع في النص مش مشكلة، بس الاصل ايه؟ ان احنا مكملين. وزي ما بقول اتعب دلوقتي عشان ترتاح بعدين. وظهر حد كان بيتريق على المثل ده بيقول ايه؟ يعني انا اتعب وانا صغير وانا بصحتي وانا شاب عشان ارتاح وانا كبير وانا عجوز؟ ايوه ده المنطقي. ولا انت عايز تعيش وانت صغير وتضيع صحتك وتضيع في فلوس وتضيع في عمرك؟ وتضيع في عمرك الاهم من كل ده، كل ده بيتعوض الا العمر، الا الساعه اللي بتعدي مش هتيجي تاني. عشان لما تبقى كبير تشتغل فرد امن، ولا تشتغل حارس عقار، ولا تشتغل شغلانه ملهاش لازمه مهلكه. شغلانه شريفه وشغلانه حلال، بس تبدا بيها حياتك ما تنهيش بيها حياتك. لما بخش اي فرع من فروع مثلا شركات الاتصالات بشكل عام، اجي الاقي اللي بيفتح لي الباب راجل كبير عنده 60 و70 سنه، بيصعب عليا، قلبي بيتقطع. بس هعمل له ايه؟ ده شغله. اجي اخش مكان الاقي اللي بيفتح لي البوابه ولا اللي بيجي بيقول لي انت داخل فين او فيلا رقم كام راجل كبير، بس اعمل ايه؟ اخش اشتري حاجه الاقي بياع راجل كبير في السن. طب ايه اللي بهدله كده؟ هل انت عايز تشتغل كده لما تكبر؟ مع الاحترام الشديد ليه، فلوسه حلال 100 وراجل بطل واكيد بيجري على اسره، بس انا مش عايز اعيش كده ولا انت عايز تعيش كده. بس ممكن الظروف تضعك في كده. فيها ايه لما تبدا وانت عندك 20 سنه تاسس، لما يبقى عندك 30 سنه بقى عندك اساس تبني، لما يبقى عندك 40 سنه ترتاح و50 سنه ترتاح بصحتك وبترتاح برضو. او يا اخي مش بصحتك بس مرتاح. ما تفتكرش ان انا عايز ريتش وعايز فلوس وعايز بتاع. حبيبي انا الفيديوهات الكوميديه اللي انا بنزلها بتجيب 1,000,000 مشاهده. الناس بشكل عام مش عايزه اللي ينكد عليها ويفكرها بمسؤولياتها. انما ممكن دلوقتي اخش الجيم اعمل فيديو هزار مع الشباب اجيب 1,000,000 مشاهده. بس انا عايز افيدك. يا بخت من بكاني وبكى عليا ولا ضحكني وضحك الناس عليا. هقول لك كل ده بيصب في مصلحتي انا في الاخر. ما انت اللي هتيجي تتجوز بنتي بعد 10 سنين، وابني هيحبك انت بعد 10 سنين، بعد 10 15 سنه ما انت اللي هتعالجني، وانت اللي هتعلم اولادي في الجامعه، وانت هتبقى راجل مسؤول. عايز كده لما اخش مكان بعد 10 15 سنه الاقي دكتور كده عليه القيمه، او ضابط كده، او مهندس، او حتى راجل فني صنايعي يجي يقول لي انا اتعلمت من فيديوهاتك. عايز اموت ويبقى ليا ارث، يبقى ليا حسنات جاريه. انا كان ممكن ابدا قبل كده. انا الحمد لله بالتعب والاجتهاد الحمد لله ابتديت اوصل، بس كان ممكن اوصل 10 سنين ورا. يعني اوصل للي وصلت له ده من 10 سنين، بس ما لقيتش حد يفهمني ولا لقيت حد يقول لي. عشان كده انا بنكد عليك دلوقتي واقول لك انت لازم تكون مستعد، مستعد لاي حاجه، مستعد لشغل، خد كورسات، مستعد لسفر، لغه، تحضر باسبورك. يا اخي استعد لخروجه، هات طقم حلو كده اغسله واكويه وشيله على جنب لاي خروجه حلوه تجيلك. خليك طاهر متوضي، استعد لاي صلاه جايه او استعد لملك الموت. سنه مش هتعمل فيها كل حاجه ومش هتلحق تعمل فيها كل حاجه، بس يا دوب تبدا.
مفيش تارجت انت بتوصل له في سنه، بس ممكن في 5 سنين تحط له خطه وكل سنه تطمن على التارجت بتاعك وصل لفين. وافتكر دايما ان الساعه اللي بتعدي من عمرك ما بتتعوضش، اليوم ما بيتعوضش، السنه ما بتتعوضش. دلوقتي انت بصحتك ما تعرفش السنه الجايه ممكن يحصل ايه. اقعد مع نفسك ورقه وقلم دلوقتي. دول اصدقاء السوء، دول اللي ضروني هبعد عنهم تماما. ابويا وامي في المقام الاول لازم اراضيهم ولازم اكسب ثقتهم. ربنا اللي انا مقصر معاه لازم اصلح علاقتي بيه، علشان وانا بسجد له وبطلب منه حاجه يلبيها لي. جسمي انا مقصر فيه جامد لازم اهتم بيه. دراستي واقعه، معلوماتي زيرو، لازم كل الحاجات دي اهتم بيها. لازم. مفيش وقت يا رجال. انا حاسس ان انا امبارح كنت بعمل الفيديو بتاع 23 ودلوقتي انا بعمل فيديو بتاع 24. سنه عدت مش عارف عدت ازاي، وهتلاقي 20 سنه عدوا من عمرك ومش هتعرف هم راحوا فين ولا عدوا ازاي. فكر من دلوقتي وابدا حياتك. سلام عليكم.